هذا واحد طال عمرك ذكروا له بنت عاقلة مؤدبة أخلاقها عالية جميلة، شايف كيف؟ يقولون القوالة إنها ما شاء الله إنها جميلة أخلاق، هذه ما شاء الله صنعة على كيفك. ذكرت لهذا الشخص طيب وكذا فراح وخطبها، بس فيها مشكلة، أبوها الشايب طماع، وهذه مشكلة عند بعض الشياب، مصيبة، مشكلة مصيبة، إنه يبيع بنته بيع كأنه ياخذها بيع مثلا، مهتم وش بي تدفع له اللي بيخطبها وش بيدفع وش بي، هذا اللي أهم شيء عنده، ما يهتم مثلا الرجال يكون طيب، يكون دين، يكون ملتزم، يكون المهم هذاك الرجال هالمواصفات البنت اللي كل يحبها، السنع والأدب والدين والخلق والحمد لله. راح وخطبها، يوم خطبها من أبوها طلب عليه مهر كذا، وطلب عليه طلب عليه 50,000 ذهب. الرجال دبر نفسه وكذا وعطاها 40,000 المهر الزواج وملك له. جاء وقت عاد الذهب، يوم ملك جاء الذهب يا الله بعد العصر نفسه وكذا، وجمع له 25,000 وقال يا خالي أنا إن شاء الله تزين معي الأمور وكذا، وإن شاء الله أكمل لك الباقي. المهم بعد 3 شهور 4 شهور سنة، الرجال جته منية ما شاء الله، سنة ونص، جاء لما خاله قال وين 25 الذهب؟ باقي عندك 25. جاء لما في البيت قال يا خالي ما معليش، اصبر علي، ما اصبر، ما صبر عليه. طلع يوم أخذ له شهر ولا الرجال صار بينه سوء تفاهم هو زوجته، تفاهم عادي دائما تحصل بين الزوج والزوجة، يحصل سوء تفاهم. فطلع الرجال قال لما تهدى الأمور شوي، طلع في طلعته هذه جاء أبو البنت الشايب يبي 25. جاء لمها وين أبو فلان؟ قال طلع الحين بيجي ويقعد تصلح له القهوة وتجيب له التمر ويتقهوى. فيقول عطاها الفنجان، يقول صبي، ولها لاهية الحرمة سارحة متهاوش، يعني نقاش مصير هو رجلها وضايق صدرها. قالوا شيك وش في ضايق صدرك؟ قال والله اني تهاوشت انا وفلان، والله ما كان ودي اني اضيق صدره ولا. قال لا تهاوشت وجاء. قال قومي يشينا. قال لا يبي ما حاجه بسيطه. قال والله ما تقعدين، بعد عليه 25,000 يهاوش، قومي مطلوب يهاوش والله، وياخذ البنت وياخذ الحرمه هي وبنتها. الرجال رجع للبيت والله ما لقى حد، زهم عليها وين يا فلانه؟ قالت والله جابوي واخذني. راح لما ابوه طق الباب قال وين حرمتك؟ قال حرمك ما فيه، تجيب 25 ذهب اعطيك اياها، ما تجيب ما فيه، وصك الباب في وجهه. شوف الناس. المهم خوينا هذا طبعا، وهذه مهمه جدا، راعي الصلاه. اول واحد يجي للمسجد ويقولون الى المذن، الى يقولون قواله ان المذن اذا غاب وهو اللي يذن. ما شاء الله. ولا تخاف على انسان، اول واحد يجي للمسجد واخر واحد يطلع، صدقني بالله ان الله يبي يعينه ويبي يساعده، هذا موفق. صلى قعد ذاك يوم اخر واحد يطلع، الامام بيعرفه، طلع فيه ولا والله ثيابه مهب بالحيل، وضعه مهب بالحيل، عرف الامام من فيه شيء. جاء لما وسلم عليه كيف حالك وشلونك كذا، سلامات وش فيك؟ قال لا بد ما فيني شيء. ما عطى الامام علم. راح عقب اسبوع قال له الامام ابيك تغدى معي اليوم. الامام حبيب طيب، قال ما يخالف، سم ان شاء الله، عاد هو ممطي عن بيت، ممطي عن غدا البيت كله مطاعم ومطاعم، قال ان شاء الله ما يخالف. راح مع الامام يتغدى معه، الامام دخل عليه من باب ثاني، قال المشاكل والمشاكل عندنا والله انها كذا، وبعض البيوت وبعض. قال لي والله صحيح انا والله عندي مشكله. وش مشكلتك؟
فعلمه القصة وأبو البنت وكذا. قال خذنا موعد مع خالك نمر عليه وأنا بكلمه. قسم كلم على خالك قال نبي يجي طال عمرك بكرة إن شاء الله. الخال حسب جايبين معها الذهب والدراهم وجايبين الذهب. جاء مطوع ودخل عنده وقال له طال عمرك ما يصير، وهذا أبو زوج بنتك، المفروض أن الإنسان يصبر على زوج بنته، والواحد يعني إذا كان زوج بنتك عاقل وكذا المفروض أنت تشريه. قال خلاص. قال إيه؟ قال قم اطلع. اي والله قم يلا، ويطلعهم كلهم يصك الباب ويجيهم. المطوع ضاق صدى قال أنا الناس يحبون راسي ويحترموني، يجي هالشايب يطردني طردة سلام الله يعزكم. ضاق صدره بالحين. قال له أنت بتتزوج؟ شوف الإنسان إذا كان نيته زينة. قال أنت بتتزوج؟ قال يا بتزوج لكن والله ما عندي فلوس. قال ما عليك، كم معك الحين؟ قال معي 2000. قال ما عليك إن شاء الله بيسهل الله الأمر. راح عقب 4 أيام ودخلوا ذاك البيت. ولا أهم شيء نختار البنتنا واحد كفو. يوم جلس وعلموه قالوا علموه. قال أبوها الحين ما حنا مقالين شيء نبيك تشوف. إذا شفت إن شاء الله يكون خير. دخلوه قوموه ودخل في الغرفة الثانية ودخلوا عليه البنت. خلكم معي يا أخي خلاص. يا أخي جاء أبو سيف والله ضاعت والله أبو سيف جاء ضاعت علومنا والله العظيم. تفضل أبو سيف، تفضل يا مرحبا يا مسك. يا أبو سيف. دخلوا الرجال. يا هلا والله. هنا أبو سيف. خلينا نرتب له بس شوي. كان عطونا بس مكانه فجأة. لأن هي سالفة أبو حسيني بس. أسلم أبو حسيني. دخلوا الرجال ودخلوا عليه الحرمة البنت. يوم دخل والله انبسط شافها والله ما عليها ما شاء الله. قال خلاص أنا موافق. اعقدوا له قال شوف ما نبي زواج وطقطقة ودنيا، نبي نجيب ذبيحة ونعزم أهلي وأهلك والخلص. زوجوه. وش طلعت الحرمة هذه ما شاء الله؟ طلعت عمها مطوع أخو أبوها. ايه بنت أخوها. الله. وطلعت هذه دكتورة في المستشفى، ولكنها لاهية لاهية عن الزواج. وحاول عمها يوم شافها هذا الرجال طيب حاول انها اي والله تزوجت الحرمة. يوم راحت معه وراحت للشقة الأولى، هو ما عندها إلا الشقة الأولى، وقعد قال احنا ما نبي الشقة الحرمة، أنا ما بيها، أبى أخذ لي شقة بالحالي. ولا ذاك مصري تو طالع من إخواننا المصريين طالع وفاضي الشقة، أخذت الشقة اللي بجنب جارتها وأثثتها وكذا. قال هو معي فلوس. قالت ما عليك، دكتورة هي ما شاء الله، أثثت الشقة وزينت الشقة وسكنت فيها. المهم عاشوا يمكن 7 أشهر في هالشقة، لكن الدكتورة مشغولة، عينوها رئيسة قسم ومشغولة ولاهية. قالت شوف طلبها غريب الحقيقة. قالت أنا مشغولة ولاهية وكذا، والله رجال طيب ولا يستاهل. وجت لما قالت ورا ما تجيب بنتك وزوجتك من أبوها. قال والله ما معي فلوس وهذا شايب لازم اني. قال الذهب والفلوس عندي انا. قالت نعم، روح جيبهم والله وتروح وياه للسوق وتشري له ذهب 25,000. قالت خذ، راح ودها لابو فلان، ويروح يوديها لابو فلان ويعطيه اياه وياخذ زوجته وبنته ويحط زوجته في الشقه ذي والدكتوره في الشقه. وصاروا يوم عند هذا ويوم عند هذا، وعاشوا عيشه من احلى ما يكون، وانبسطوا وارتاحوا. شوف هذا الطلب الغريب من هذه الدكتوره، الله يجزاها خير. آمين. وسلامك. الله يجزاك.